بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة. النهارده هنعمل ايه؟ طاجن الفريك، بس بطريقة جميلة هتعجبكم قوي. انا معايا ايه؟ وركين اتنين ما فيش غيرهم. انا هحطهم في كده على الناحية اللي هي فيها ايه، الدهنة بتاعتها. تمام. يعني اللي فيها الجلد، الناحية اللي فيها الجلد اهي. مورتين اتنين هسيبهم لحد ايه ما يتحمروا خالص، يعني يتحمروا على الوشين، وهشيلهم ونشوفوا نعملوا ايه تاني. شايفين حبايبي قربت تتحمر اهي. انا حطيت يعني ايه معلقات زبده وشويه زيت، ودلوقتي ايه هحط عليهم شويه فلفل اسمر وشويه ملح ورقتين اللوري وشويه بتاع ده جنزبيل. خلي بالكم الجنزبيل والله بيخلي ريحه الاكل حلوه وبيطعمها بصوا لما تحط عليها جميل، الريحه طلعت اهي. خلاص هما ايه كده قربوا يتحمروا. شايفين اتحمرت ازاي اهي؟ اهي اتحمرت اهي، بقت جميله اهي. دلوقتي انا هشيلها واحط ايه البصل. يا دوبك شربت من الملح شويه، وواحده مرقه دجاج. حطيت واحده مرقه دجاج وشويه فلفل اسمر ومعلقه جنزبيل والملح ورقه اللوري بس. هشيلها دلوقتي من على الطاسه واحط البصل. وهنا خرطت بصلتين كده متوسطين احطهم اهو، واحط عليهم فصين توم وقرن فلفل عشان احنا بنحب الحاجه حاميه. وهنا عندي اللهم صل على النبي حتتين قوانص هحطهم عليهم اهو، كله على بعضه كده، وتقلبي كله مع بعضه كده اهو. سهله جدا وسريعه وجميله. احلى حاجه طاجن الفريك ده. شايفه حته بصله كبيره طلعت، يلا والله ما شايلاك. شايفين يا جماعه؟ بصوا الريحه بقى والطعم والحلاوه. حتتين قوانص حتتين كبده، ما عندكيش خلاص تعملي حته الوركين دول واحمدي ربنا عليهم بيبقوا جمال برضه. وهنا بقى ايه، احط معلقتين اتنين صلصه. الصلصه اللي انا عاملاها اللي قلت لكم عليها، يا رب تكونوا عملتوها اهي. طلعت من التلاجة وعملتها، حتى الكيس لسه فيه حته اهي. شايفين؟ محطوطه في الفريزر زي الفل. هتقلبي كله مع بعضه كده، لان انا بحر القوانص غسلاها كويس وسلقاها ومقطعاها حتت صغيره. شايفين بقى الريحه والجمال؟ بصوا احلى اكله البتاع ديت الفريك ده. اعمليه احلى من الرز، مفيد جدا. وانا غسله انا الفريك ومصفياه، نقعته ساعتين وغسلته كويس وصفيته اهو. حطه عليه على طول كده، وتقلبي كله مع بعضه كده بقى. متحمريش البصله عشان عشان الاكل يبقى مسكر كده وحلو. ما تحمري البصله بتبقى الحاجه تحمى على الصدر كده، بتبقاش حلو. يا دوبك البصله تدبل كده واعملي اكل، اي اكل انت بتعمليه تبقى جميل والله. احلى من تحمري البصله التسبيكه، ما عادش المعده بتستحمل التسبيكات والحاجات دي اهو. شايفه كله على بعضه كده اهو. تقلبيه وتسيبيه يتشوح شويه. بقاله 5 دقايق اهو على النار بشوح فيه. لازم تشوحيه عشان الريحه تطلع، وعشان كده يبقى مفرفر لما تيجي تعمليه. ما يبقاش ايه معجن. ما تحطوهوش على طول من الميه كده في الصينيه، لا ما ينفعش اهو. شايفه كده الشوح تمام وشرب من الخلطه وتمام تمام. هحطه بقى في الصينيه دي واحطه في الفرن. دلوقتي بقى انا عاملين عندي شوربه
كنت شايلاه في التلاجة. انا هحط له ايه الشوربه بتاعته كده. انا بحط بالبركه، بس انا هقول لك تعملي ايه. الكوبايتين الفريك عليهم كوبايه ميه. انا عامله كيلو فريك، فانا بحط الميه ايه وعارفه انا بعمل ايه. بس انت يعني لما تيجي تعملي، اعملي كوبايتين فريك مثلا، 4 كوبايات فريك، النص ميه والنص فريك. دلوقتي انا هفضيه بقى في الصينيه واحطه في الفرن اهو يا حبايبي. شايفين حطيت الفراخ فوقيها اهو. الفريك عملته وخلصته، بس قرن الفلفل طلع ملهلب نار بيني وبينكم، بس احنا بنحب الحامي مش مشكله. بصوا اهو الصينيه حطيت فيها الفريك وحطيت عليها الفراخ اهي، وغطيها بالورق الفاين ده، واحطها في الفرن من تحت تستوي مع نفسها بقى. لما تستوي براحتها، يلا لما تستوي اوريها لكم. شايفين بقى الجمال؟ بصوا منظرها جميل ازاي، ولا ريحتها جميلة جدا فوق ما تتخيلوا. انا لسه مطلعاها من الفرن اهو عشان الكهرباء كانت قاطعة. دي تاكل 6 انفار يعني، اكلة اقتصادية. ده وركين 2 ب50 جنيه الوركين. هتجيبيهم الفراخ رخيصة دلوقتي، هاتيلك وركين واعمليها كده، كل واحد ياخد حتة يعني، وقسموهم على بعض. بص الجمال. لسه والله بيدخن اهو، شايفين اهو، لسه مطلعاه اهو، لسه مطلعاه من الفرن حالا. يلا اعمليه من الطريقه ديت، احلى طريقه دي، خلي بالك. تغرفي كده بقى ايه اللي عايز ياكل بقى، اعملي جنبه